ده كتاب كشف الأسرار للخميني، ولا أستطيع إلا أن أقول لعنه الله عندما أذكر اسمه. كشف الأسرار للخميني ده في الصفحة رقم 155. بيقول إيه الخميني؟ بيقول جايب الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بيقول: وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ، لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله، يعني النبي فعلا ما بلغش. لأن خلي بالكم زي ما قرأنا في الفيديو اللي فات، الآية عندهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. ده احنا حرفنا الآية دي أصلا. فهو زي ما قلت الآية الأولانية ما فيهاش إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ فعلا، لكنها تدل على إنه معصوم في التبليغ ومحدش يقدر يمنعه. لكن الآية دي اللي الخميني مفروض مقتبسها: اليوم أكملت لكم دينكم، ده معناه ان الدين كمل ووصل للناس كل اللي مفروض يعرفوه عن الدين. ازاي بقى يقول ان لو كان قد بلغ؟ يعني هو ما بلغش، يعني ده طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مقصرا ولم يبلغ دين الله عز وجل، والعياذ بالله. في كفر اكتر من كده؟ فهنا بيقول: وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله، يعني ما عملش طبقا لما أمر به الله، وبذل المساعي في هذا المجال، يعني كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بذلش المساعي، ما بذلش أقصى مجهود كان ممكن يبذله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عانى معاناة شديدة جدا جدا على مدار حوالي 23 سنة مدة دعوته، ما بذلش المساعي في هذا المجال. سبحان ربي الأعلى. في طعن أكتر من كده في النبي؟ النبي ما بذلش المساعي؟ سبحان الله. هنا بقى بيقول: لو كان بقى بذل المساعي ولو كان بلغ، ما كانش حصل اللي احنا فيه ده دلوقتي، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. طبعا الكلام ده يدل على عقل مريض مختل. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ والدين أصبح كامل، لكن كون ان الناس انحرفوا عن الدين وما اتبعوش الأوامر الإلهية والأوامر النبوية، ده مش طعن في الله ولا طعن في رسوله. خصوصا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر امته من انهم هيفترقوا، وحذر امته من انهم هيتبعوا، ومع ذلك ايه؟ احنا ما اتبعناش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما اتبعناش كلام الله عز وجل. يبقى ده عيب في الله وعيب في رسوله ولا عيب فينا احنا؟ يعني الكلام ده بيفكرني باعتقاد المسلمين بأن الله عز وجل استحفظ اليهود على التوراة والإنجيل. طب هم ما حافظوش على اليهود على التوراة والإنجيل وحرفوها. يجي المسيحي واليهودي يقول ايه؟ هو ربنا يعني مش قادر يحفظ كتابه؟ انت بتفهم ازاي؟ ربنا ادالك كتاب وقال لك انت حافظ عليه، رحت انت اللي مضيعه، ده يعيب في ربنا ولا يعيب فيك انت؟ يعيب فيك انت. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ وبذل المساعي واكتمل الدين على يديه، وحذر امته وقال لهم اعتصموا بحبل الله وكذا 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 وكذا، وفي منهم ما سمعوش الكلام. يبقى ده يعيب في النبي ولا يعيب في اللي ما سمعوش الكلام؟ المهم ان هنا تجد قد ايه كلام قليل الادب وطعن شديد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه ما بلغش وانه ما بذلش، وانه كانه هو سبب اللي الامه الاسلاميه فيها دلوقتي. سبحان الله العظيم.